هقول كلمة ومحدش يضحك. زمالك. انا معرفش معناها ايه كلمة زمالك. يعني لقى الله يا زمالك ويا جمهور الزمالك. الجاحد بيتريق عليا انا، عملاق افريقيا ورقم واحد في القارة وكل سنة كاس عالم للأندية، وبيتريق عليا اني كسبت الهلال رايح جاي 1-0، وهو معرفش يكسب في ارضه وسط جمهوره فريق مواليد 2016. والله فريق قد يكون ملهوش مكان في الخريطة او في البلد اللي هو فيها. فريق واحد قبض جمعية في جنوب افريقيا اشتراه وجاب له كام لعيب عشان يكسب الزمالك في اول مشاركة ليه في الكونفدرالية. وفريق ما خدش في حياته الا كاس جنوب افريقيا من ساعة اما عملوه في 3 اغسطس 2016. كاس عالم لأندية ايه يا حصالة اللي عايز يشارك فيها؟ ده انت ممكن تشوف لك كاس السلطان حسن او كاس من التوحيد والنور، وتخلي ممدوح عباس يدفع لكم فلوسه وتجيبوا تورتايه من العبد ولا حاجة وتحتفلوا بيها. كاس عالم أندية ايه يا حصالة؟ فضحتونا. فضحتونا، نقول ايه تاني؟ انا من رأيي جمهور الزمالك يحضر تيشيرت بيراميدز اللي هو هيروقه في كاس مصر، ويبقى حقق على قفاه العلامة الكاملة والشاملة بعد ما خسر الكونفدرالية وكاس الرابطة قبليها والدوري مركز ثالث، وهيتفرج على المنافسين الاهلي وبيراميدز والاهلي وهو بياخد الدوري منه. تمام. وبعديها حضر تيشيرت صن داونز اهو، تشوفوا لكم حاجة تعملوها تسلوا نفسكم بيها اليومين الجايين بدل القعدة، عشان كاس مصر اللي باقيلكوا هيتاخد منكوا وتبقى حققتوا اعمال هبله، عشان انتوا فرقه على ما تفرج. يا عم هنقول ايه تاني فيكوا؟ انا قلتها من بعد السوبر الافريقي اللي انتوا خدتوه بايلك، وكان ربنا رايد اللي انتوا تاخدوه بسبب غباء بعض لاعبي الاهلي وكولر، وبسبب تسهيل ربنا في الاول وفي الاخر عشان جمهوركم اللي جاله امراض الدنيا من تشجيعكم. ربنا اراد اللي انتوا تاخدوا البطوله دي. من بعديها قلت حد يصحيني لما الزمالك ياخد بطوله. يا جماعه انا ما بقولش اي كلام من فراغ. الحمد لله رب العالمين بنلعب كوره وبنج وبلياردو وبيلي وكل الالعاب اللي تتخيلوها، وبفضل من الرحمن بنعرف نقيم المواقف ونقيم كل حاجة. اللهم لك ألف حمد. فاما نقول على فريق زي ده اللي هو فريق النفس الضعيف وكوكو الضعيف ولا يصلح للمنافسة في أي بطولة، احنا ما بنكدبش. انتوا فضحتونا. انتوا ما ينفعش يتذكر اسم مصر في بطولة انتوا بتلعبوها، لأن انتوا